ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. رجعت لكم فيديو جديد ان شاء الله. النهارده هنعمل مع بعض القطايف بطريقه سهله وبسيطه وان شاء الله هتعجبكم قوي. هقول بقى بسم الله وهبدأ معاكم الوصفه. اول حاجه هيكون معايا كوبايتين كبار ونص من الدقيق، دقيق متعدد الاستخدامات. هضيف عليهم معلقه كبيره من السكر، سكر عادي مش سكر بودر. وهضيف عليهم كمان معلقه كبيره من النشا، وهضيف معلقه كبيره من البيكنج باودر، وهضيف عليهم معلقة صغيرة من الفانيليا، وهضيف نص معلقة صغيرة من الخميرة الفورية، وهضيف رشة صغيرة خالص من الملح. هقلب بقى كل المكونات دي مع بعضها كويس جدا. بعد كده بقى هضيف عليهم 3 كوبايات كبار من المية، مية عادي من الحنفية مش سخنة ولا ساقعة. هجيب بقى المضرب بتاعي وهقلب كل المكونات دي مع بعض كويس جدا علشان العجينة بتاعتي ما يكونش فيها اي تكتلات، وعجينة القطايف بيكون القوام بتاعها خفيف مش تقيل. وعلشان اتأكد بقى ان العجينة بتاعتي ما فيهاش اي تكتلات هصفيها كده بالمصفى. بعد بقى ما صفيت العجينة بتاعتي هغطيها لمدة 15 دقيقة. بعد كده بقى هبدأ اشتغل فيها. بعد بقى ما عدت 15 دقيقة هجيب بقى المضرب بتاعي وهقلب العجينة بتاعتي تقلبتين كده. بعد كده بقى هبدأ اسوي العجينة. هجيب بقى اي طاسة عندي، والطاسة اللي هتستخدميها ما تكونش بتلزق علشان انا ما بحطش اي مواد دهنية في الطاسة. واول ما القطايف تبدأ تستوي معاكي وتطلع فقاعات صغيرة كده زي ما انتوا شايفين، يبقى كده عجينة القطايف بتاعتك طلعت ناجحة معاكي. وبتسوي القطايف بتاعتك على نار هادية علشان لو النار عالية هتحرق معاكي القطايف. والقطايف بيكون لونها دهبي فاتح. وكوبايتين كبار ونص من الدقيق عملولي 30 حبة من القطايف. شايفين بقى القطايف بتاعتي لونها دهبي فاتح مش غامق؟ هو ده اللون اللي انا عايزاه. هعمل بقى الشربات بتاع القطايف. هجيب الحلة بتاعتي واحط فيها 3 كوبايات كبار من السكر، عليهم كوباية ونص من المية، وهعصر نص ليمونة. هقلب بقى السكر مع الليمون والمية كويس جدا لحد ما السكر يبدأ يدوب معايا. بعد كده بقى هرفع الحلة بتاعتي على النار. بعد بقى ما رفعت الحلة بتاعتي على النار والشربات بتاعي بدأ يغلي معايا كده زي ما انتوا شايفين، هو ده قوام الشربات اللي انا عايزاه. هضيف بقى على الشربات بتاعي باكت من الفانيليا. هقلب بقى الشربات مع الفانيليا كويس جدا، وكده الشربات بتاعي بقى جاهز معايا. هسيبه بقى على جنب لحد ما يبرد. هعمل بقى معاكم بديل للقشطة. هجيب بقى الحلة بتاعتي واحط فيها 4 معالق كبار من الدقيق، وهضيف عليهم كمان معلقتين كبار من السكر. هضيف بقى على الدقيق والسكر بتاعي كوبايتين كبار وربع من اللبن الساقع. هقلب بقى اللبن مع الدقيق والسكر كويس جدا، وانا بقلبهم على البارد لسه ما رفعتهمش على النار. بعد بقى ما قلبت الدقيق مع السكر واللبن كويس جدا، والسكر والدقيق دابوا في اللبن كويس، هرفع بقى الحلة بتاعتي على النار لحد ما قوام القشطة بتاعتي يتقل معايا. بعد بقى ما القوام بتاع القشطة تقل معايا كده زي ما انتوا شايفين، هضيف عليها معلقة صغيرة من الفانيليا. هقلب بقى الفانيليا مع القشطة كويس جدا. والقشطة بتاعتي سخنة هحطها في العجان، وهضيف عليها معلقتين كبار من الزبدة، والزبدة بتاعتي بتكون بدرجة حرارة المطبخ. هسيب بقى القشطة مع الزبدة في العجان لحد ما الزبدة بتاعتي كلها تدوب معايا وتختفي كلها في القشطة. بعد بقى ما الزبدة بتاعتي كلها اختفت في القشطة كده زي ما انتوا شايفين، كده القشطة بتاعتي بقت جاهزة معايا. نقلت بقى القشطة بتاعتي في طبق تاني، وهغطي القشطة بكيس التلاجة كويس جدا علشان القشطة ما تنشفش معايا. وهدخل بقى القشطة بتاعتي في التلاجة لمدة ساعتين علشان القشطة بتاعتي تتماسك معايا. بعد بقى ما القشطة بتاعتي قعدت ساعتين في التلاجة، شايفين بقى القوام بتاع القشطة حلو قوي ازاي، والقوام بتاعها كريمي وحلو جدا. هبدأ بقى احشي القطايف بتاعتي، وانا طبعا عندي حاجتين اللي هي القشطة، والطبق التاني فيه سوداني مجروش. اللي بيحب السوداني بحشيله سوداني، واللي بيحب القشطة بحشيله قشطة.
وفي ناس برضو بتحب تحشي القطايف بالجبنة الموتزاريلا علشان القطايف تكون مملحة ومسكرة في نفس الوقت. هقفل بقى الأطراف بتاعة القطايف بتاعتي كويس جدا علشان القطايف بتاعتي ما تفتحش معايا في الزيت. شايفين بقى طريقة القطايف بتاعتي سهلة وسريعة ازاي، وكمان المكونات بتاعتها سهلة جدا، وان شاء الله مش هتاخد منك وقت خالص. ولما تبدأي تقفلي في القطايف لازم تتأكدي انك قافلاها كويس جدا. بعد ما عملت معاكم تاني واحدة من القطايف، هسخن بقى الزيت بتاعي وهبدأ احمر القطايف، وبحمر القطايف بتاعتي في زيت يكون سخن وغزير. بعد بقى ما القطايف بتاعتي اخدت لون ذهبي، هشيلها بقى من على الزيت واحطها على طول في الشربات البارد. هغطي بقى القطايف بتاعتي بالشربات كده زي ما انتوا شايفين. بعد كده بقى هبدأ اشيل القطايف بتاعتي من الشربات. تاني نوع من القطايف معايا وهي القطايف العصافيري. هجيب بقى القطايف بتاعتي وهبدأ اقفلها كده نص تقفيلة زي ما انتوا شايفين، وهبدأ احشيها كده قشطة. وهزين بقى القطايف بتاعتي بشوية من السوداني المجروش. هعمل بقى معاكم واحدة كمان من القطايف العصافيري. هجيب كده واحدة من القطايف وهقفلها كده نص تقفيلة زي ما انتوا شايفين. بعد كده بقى هبدأ احشيها قشطة، وهزين بقى القطايف بتاعتي بالسوداني المجروش. بعد بقى ما خلصت كل كمية القطايف العصافيري كده زي ما انتوا شايفين، هحط لها بس شوية من الشربات، وكده القطايف العصافيري بتاعتي بقت جاهزة معايا. وفي ناس كتير بتحب القطايف العصافيري علشان ما بيكونش فيها زيوت، والسكر بتاعها بيكون مظبوط، وبتكون خفيفة. تعالوا بقى نشوف القطايف بتاعتي القمر دي. شايفين شكلها حلو قوي ازاي ومقرمشة جدا، وكمان القطايف بتاعتي ما شربتش زيت خالص. تعالوا بقى نفتح كده واحدة مع بعض. شايفين بقى يا جماعة القطايف بتاعتي مقرمشة وشكلها حلو قوي ازاي. بجد يا جماعة ريحتها كانت قلبة البيت كله. شايفين بقى القشطة جواها. بجد يا جماعة القشطة دي كانت طعمها تحفة جدا. ويا رب الفيديو بتاع النهاردة يكون عجبكم. ولو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، وتحطوا لي كمان لايك وشير كمان كتير لاصحابكم. لو بتتابعوني من على اليوتيوب، لو بتتابعوني من على الفيسبوك، يا ريت تدوسوا زر المتابعة واللايك وشير كمان كتير لاصحابكم، وتكتبوا كمان انتوا بتتابعوني من فين. اشوفكم على خير الفيديو اللي جاي. باي باي.